قبل ما ابدا كنت عايزه اعيد عليكم واقول لكم رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ايه ده كتير بقى في رمضان يا جماعه، وبتقعدي معاكم يمكن نعدي ال10,000 دي، طولنا فيها قوي. وطالما اتكلمت في اول الفيديو خليني افكركم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، ويلا نبدا. وبيبدا الفيلم باسطوره ملكه القمر تشانجا اللي كانت بتحب واحد اسمه هوي، بس بتشرب خلطه مسحوره على امل منها انها تحقق الخلود، بس بتفرقهم عن بعض وهي طارت القمر وهو فضل على الارض. ومن ساعتها وهي عايشه لوحدها فوق القمر، ومعهاش غير أرنبها جوهر اللي بيعمل لها مشروب القمر، وبتبقى عايشة على أمل إن حبيبها يرجع لها تاني. والقصة دي كان بتحكيها مامة بطلة فيلمنا فيفي. ولما بتسأل فيفي باباها عن تشانجا إذا كانت حقيقية أو لأ، فبيقول لها طالما مامتها قالت لها إنها حقيقة تبقى حقيقية طبعا. وتاني يوم بتقرر مامتها إنه جه الوقت إن فيفي تساعدهم في عمل بسكوت القمر الخاص بعيلتهم اللي بيبيعوه في المحل بتاعهم. فبتفرح فيفي جدا وبتساعدهم، وبتمر الأيام وبتكبر فيفي. وفي يوم مامتها وباباها يجيبوا لها أرنبة هدية، فبتفرح بيها جدا. بس للأسف مامتها بتتعب وبتموت، فبتزعل فيفي عليها قوي. وبعد 4 سنين بتفضل فاكراها وما بتقدرش تنساها. وفي يوم كانت بتساعد باباها في المحل، وبعدها راحت توصل بسكوت القمر للناس. ولما بترجع بيتها بتلاقي بلح أحمر في المحل، فبتقول لباباها إن هما مش بيحطوا بلح أحمر في البسكوت، وإن دي مش وصفة مامتها. فبيقول لها إنه فكر يجربوا وصفة جديدة على شرف طفلتهم، وبيعرفها على واحدة اسمها زونج. فبتتضايق وبتحس بالغيرة من ناحيتها إنها تاخد مكان مامتها. ولما حب باباها يخليها تفرج زونج على المحل بتخلع منهم بالشياكة. بس للأسف بيجيلها واحد اسمه تشين، وده بقى مش بتعرف تخلع منه، ده يبقى ابن زونج. وبيبقى ولد شقي جدا ورخي قوي، ومن ساعة ما شافته هو بيرغي. ويعتبر حكى لها قصة حياته، وإنه كسب المركز الرابع في مسابقة البينج بونج. أنا معرفش هي مالها باللي بيقوله ده، بس هو حب يفتح كلام. لا وكمان فاكر نفسه عنده قوة خارقة ويقدر يعدي من أي حيطة، فطبعا حاول يبهرها ويوريها قدراته، فكان هيجيب لنفسه ارتجاف في المخ. ففيفي ما بتقدرش تستحمل الغباء ده اكتر من كده، وبتسيبه وبتخلع برضه. وهنا بتفاجئها عيلتها بزيارتهم وبيحضروا الغدا مع بعض. وهنا بتجيلها زونج وبتقول لها تجرب تحط بلح احمر في العجينه، فبترفض وبتقول لها انها عندها حساسيه منه، وان هما بيعملوا البسكوت بطريقه مامتها. وكل لما تيجي زونج تحاول تقرب من فيفي وتكلمها بتصدها وبتتضايق منها لانها بتقرب من باباها، وكل شويه تقطع عليهم اللحظه وتفكر بمامتها، وبتبص له حته بصه باباها نفسه بيقلق منها. وهنا العيله بيتكلموا عن قصه تشانجا وبيقولوا انها اسطوره عبيطه، فبتتعصب عليهم فيفي وبتقول لهم انها مش اسطوره وانها حقيقيه، وانها موجوده دلوقتي فوق القمر مستنيه حبيبها يرجع لها تاني. ولما بتسال باباها مش كده، مش بيرد عليها، فبتتضايق وبتسيبهم وبتدخل البيت. وبتشوف تشان اللي بيبقى عايز يلعب معاها بس ما بترضاش، فبيعرفوا ان هم خلاص هيبقوا اخوات عشان باباها ومامته هيتجوزوا، فبتسكته ومتبقاش عايزه تسمعه. وهنا بتيجي زونجا وبتديها بسكوت قمر مخصوص من بتاع عيلتها، وبتقول لها انه من غير بلح، فبتاخده منها. هي احرجتها بادبها بصراحه وما بتعرفش تقول لها حاجه غير شكرا. بس لما بتطلع اوضتها بترميه لانها مش عايزاه ولا عايزاه هي كمان، وعايزه كل حاجه ترجع زي ما كانت لما كان باباها مصدق قصه تشانجا وبيقول عليها انها حقيقيه، وبيبقى نفسها يرجع يصدق القصه دي تاني ويتجوز زونج. وبتفضل تفكر ازاي تثبت للكل ولباباها انه تشانجا موجوده وعايشه في القمر عشان باباها يعرف انه كلام مامتها حقيقي، فما ينساش مامتها ويرجع يحبها من تاني. واخيرا بتلاقي طريقه تطلع بيها القمر بانها تخترع صاروخ تطلع بيه. وفعلا بتفضل تخترع في صواريخ كتيره جدا، بس كلها بتفشل فشل ذريع لحد ما في الاخر بتنجح انها تعمل صاروخ كويس، وبتاخد انوبتها وبتركبه وبينطلقوا بيه فعلا. بس فجاه بيقع الصاروخ وبتتفاجئ بوجود تشم معاها، فبتتعصب عليه لانها مش عامله حساب وزنه، وبسبب وزنه الزياده الصاروخ وقع وكانوا خلاص هيموتوا. بس فجأة بيجي شعاع غريب بيسحبهم لفوق، وعشان نكمل الغرابة بيجي أسدين وبيوقعوهم على سطح القمر، فبيغمى عليهم، فبيفوقوهم بتراب سحر غريب وبياخدوهم وبيطيروا بيهم. وما تسألونيش هم ازاي عشان كده من غير الخوذة على القمر، خلاص انتوا اتعودتوا. زي كل مرة هقول لكم ده كرتون ما تدقوش. بس الحالة الوحيدة اللي هعذرهم فيها ان التراب السحري بتاع الأسدين ده هو اللي خلاهم يتنفسوا عادي. معرفش، ده تحليلي، لو حد عنده تحليل تاني يقول في الكومنتات. نرجع للأسدين اللي بينزلوهم في مكان جميل جدا وبيمشوا. تنبهر فيفي من جمال المكان، وهنا بيظهر 3 من بسكوت القمر وبياخدوهم لمكان تشانجا اللي عملت حفلة استقبال لفيفي من أجمل ما يمكن. ولما بتخلص الاستعراض بترحب بفيفي، فبتندهش فيفي لما بتشوفها وما بتبقاش مصدقة انها شايفاها، وبتجري وبتحضنها. وهنا بتطلب منها تشانجا هديتها، بس فيفي بتتأسف لها لأنها ما جابتلهاش هدية. فبتضحك تشانجا وبتقول لها انها أكيد لازم تكون جابت لها هدية، امال هي ليه بعتت لها الأسود بتاعها يجيبوها من الأرض؟ لأنها هي اللي معاها الحاجة الوحيدة اللي ممكن ترجع هوي. ولما فيفي بتسمع اسم هوي
فبتقول لها انها كانت متأكدة انها عمرها ما تتخلى عنه، وده اللي قالته لباباها بانها مؤمنة ان الحب عمره ما ينتهي، وان الناس كلها عارفة ده عنها، وان باباها مؤمن بده برضه، بس هي دلوقتي خايفة انه ينسى. فبتطلب منها صورة تثبت بيها لباباها انها موجودة فعلا، فبتوافق وبتتصور معاها فعلا، بس ما بترضاش تديها لها غير لما تديها الهدية الأول، وبتقول لها تجيبها لها بسرعة لأن فاضل جزء صغير من القمر، ولو آخر شوية تراب قمر خلصوا مش هتقدر ترجع هوي. وبتعلن لكل القمريين اللي هيجيب لها الهدية هتحقق له أمنيته على طول، ولو جابتها لها فايفي الأول هتاخد الصورة. فالكل بيجري عشان يدور على الهدية، وبتجري فايفي معاهم، وتبقى عايزة تروح للصاروخ تدور على الهدية فيه، فبيطلب تشم منها إنه يساعدها، لكن بتتعصب عليه ومترضاش، وبتقول له إنه عمره ما هيبقى أخوها، فبيزعل وبيمشي. وهي بتشوف فراخ راكبين على الموتوسيكلات رايحين يدوروا على الهدية، فبتقول لهم إنها عارفة مكان الهدية عشان يرضوا يوصلوها، وفعلا بتسوق الموتوسيكل وبتجري بيه. نرجع لتشان اللي بيفضل يفكر يجيب لها الصورة ازاي عشان تحبه وتقبل أخ ليها، وهنا بيشوف الصورة مع الحراس، ولما حاول يجيبها حراس القصر هجموه، وبتجيله تشانجا فبيطلب منها الصورة عشان أخته، بس ما بترضاش غير لما يجيب لها الهدية الأول، فبيقول لها إنه عارف مكانها، فبتقول له إن هم هيلعبوا لعبة، لو هو كسب هياخد الصورة، بس لو هي اللي كسبت هيقول لها الهدية فين، فبيوافق. وهي ايه بقى جات له في ملعبه، واللعبة هي بينج بونج. صراحة تبقى عيبة في حقها قوي لو خسر بعد كل الثقة في النفس دي، وفاز مركز رابع وبتاع. وخلينا نبدأ اللعبة، وبتبقى مباراة قوية جدا بينهم، وبيكسبها تشان في الآخر، فبتعصب تشانجا عليه ومبترضاش تديله الصورة، وبتمنعه إنه يمشي غير لما يجيب لها الهدية، وبتفضل تعيط لأن دي فرصتها الأخيرة إنها ترجع هوي، وكده مش هتشوفه تاني. واللي خلاها تعيط أكتر إن جوهر مش عارف يعمل مشروب القمر اللي من غيره مش هتعرف ترجع هوي، وهي لما بتعيط بتخلي الدنيا تمطر نيازك، والنيازك دي بتضايق فايفي في رحلتها للصاروخ، لكن الحمد لله بعد معاناة بتوصل للصاروخ. وهنا بيظهر لها كائن غريب شبه الكلب اسمه جوبي، وبيعرفها بنفسه وإنه مطرود من القصر، وبيبقى عايز يساعدها ويدور معاها الهدية اللي هم أصلا مش عارفين هي إيه، لحد ما فايفي بتلاقي العروسة اللي على شكل تشانجا اللي كانت مامتها مديها لها هدية، فبتقول للفراخ إن هي دي الهدية، فبيروحوا سارقينها منها وبيجروا وبيسيبوها لوحدها مع جوبي، فبتبقى عايزة توصل للقصر بأي طريقة، وبتبتدي مشي. فجوبي بيفضل يتحايل عليها يجي معاها وإنه هيساعدها وإنه حافظ القصر، وبيفضل يزن عليها لغاية ما بتوافق عشان يبطل زن وتزييق. ونروح لجوهر اللي بيحاول يحضر مشروب القمر لتشانجا بس بيفشل برضه، فهنا بتجيله أرنوبة اللي بيقع عليها تراب سحري بيخلي ودنها سحرية، وأرنوبة بتعجب بجوهر قوي، ومن طاقة الحب دي التراب بتاعها بيخلي الخطة تنجح، فبيستغرب جوهر من الحصل بس بيفرح جدا. نرجع لفايفي وجوبو اللي بيشوفوا ضفادع عملاقة، وجوبي بيعرفها ان هما بيروحوا للقصر عشان يشربوا من البحيرة اللي هناك، فبيركبوا على ظهرها عشان توصلهم بسرعة. وهنا بيحكي لها جوبي حكايته، وبيقول لها انه بقاله فترة طويلة عايش هنا لوحده من ساعة ما طردته تشانجا من القصر بسبب أغنية غناها لها. فبتستغرب فايفي جدا لأنه كده تشانجا ما فيهاش أي حاجة من اللي مامتها قالته لها عنها، بأنها طيبة وهادية ورايقة جدا. فبيقول لها جوبي هي كانت كده فعلا لحد ما مات هوي، اتغيرت جدا وبعدتهم كلهم لأنه كان أكتر شخص بتحبه، وأغنيته بعد ما غناها كل الأضواء في القصر انطفت وسموها الضلمة الكبرى. نرجع لجوهر اللي ادت تشانجا المشروب السحري، فبتفرح بيها قوي لأن كده مفضلش غير الهدية اللي بتبقى مع الفراخ، بس بتشوفهم فايفي وبتحاول ترجعها منهم، وبتفضل تشدها من الفرخة لغاية ما بيقربوا من شعاع بيقطع أي حاجة قدامه، فبتخاف الفرخة وبتجري، بس للأسف فايفي مش بتلحق تجري، فبيزعل جوبي عليها جدا، بس الحمد لله فايفي بتطلع عايشة وبتكون اتشعلقت ومسكت في حاجة، فبيفرح جوبي. لكن بعد كل ده العروسة اتقطعت وكده الهدية راحت، فبتزعل فايفي عشان الهدية دي كانت فرصتها الوحيدة بأنها تمنع باباها من الجواز مرة تانية من مامة تشان الرخم ده اللي ما بتطقهوش، وبتفضل تتكلم عنه مع جوبي وإنه ولد مستفز وبيفضل يقلد الضفدع وبيتشعلق زي الوطويط. فلما بتقول كده جوبي بيلفت نظرها إنه جات لها فكرة الركوب على الضفدع منه، وإنها اتعلقت زي الوطويط برضه عشان ما تموتش زي ما كان بيعمل، فما بتعرفش ترد، بتقول إن ده ما حصلش، وبرضه بتصمم إنها مش بتحبه. ولما بتحس بالجوع بتطلع تاكل من بسكوت القمر اللي معاها في شنطتها اللي كانت عاملاه لها زونج، فبتلاقي جواه نص حاجة مكسورة، فبتقول إن أكيد تشين لقاها وحب يهزر وخبزها في البسكوت، بس بتلاحظ إنها بتكمل كل الأشكال اللي حواليها، فبتفهم إنها الهدية وبتفرح جدا وبتاخد جوبي وبيجري لتشانجا. نرجع لتشين اللي بتساعده أرنوبة بتخرجه، ولما بيخرج بيقابل فيفي اللي وصلت مع جوبو وبتعرفوا إنها لقت الهدية، فبيفرح قوي. وأخيرا بيوصلوا لتشانجا وبتديها لها فيفي في الوقت المناسب، فبتفرح تشانجا قوي وتطلع النص التاني من سلسلتها وبتركبها وبترش عليها مشروب القمر. وهنا بيرجع لها هو حبيبها فعلا، لكن ما بيقدرش يستنى معاها وبيسيبها تاني،
فبتزعل وبتحبس نفسها في غرفة الحزن الأعظم اللي محدش يقدر يدخلها أبدا غيرها. بس لما حاولت فيفي تدخلها وتساعدها عرفت تدخلها، بس جو بيحاول يمنعها عشان لو دخلت ممكن ما تعرفش تخرج منها أبدا. بس بتصمم وبتدخل، ولما بتدخل بتشوف مامتها فبتزعل وبتقعد تعيط وبيغلبها الحزن. فبيشوفوها أصحابها وبيخافوا عليها اللي تتحبس هناك وبيفضلوا ينادوا عليها. ولما بتشوفها تشانجا بتروح لها وبتقول لها إن ده مش مكانها ومينفعش تفضل هنا وإلا هتفضل وحيدة للأبد زيها، وإنها لازم تعيش حياتها. وبتنصحها بإنها تكسب عيلتها حتى لو ما كانتش عيلتها بتاعت زمان، وإن مامتها شايفاها وإنها لو كانت معاها كانت هتقول لها إن الحب مش هيزول. وتشان بيخاف على أخته وبيقدر يحطم الحيطة وبيدخلها، يعني في الآخر طلع بيقدر يفوت في الحيطة فعلا. وبتحضره فيفي وبتفرح بيه وتبص لتشانجا وبتقول لها إنها مش لوحدها عشان حواليها قلوب كتيرة بتحبها. وبيجري عليها جوبي وكل اللي معاه وبيحضنوها. ودلوقتي جه وقت الوداع، ففيفي بتسلم على جوبي وتودعه وبتسيب أرنبتها مع جوهر لما حست منها إنها عايزة تفضل معاه. وبتشكرها تشانجا على هديتها وبتديها الصورة وبتحضنها وبتودعها. وبتاخدها الأسود هي وتشان عشان يرجعوها للأرض. وهم راجعين الصورة بتتحرق من الحرارة، بس فيفي مش بتزعل وبترميها كمان وبيرجعوا للأرض. ولما بترجع لبيتها بتلاقي باباها مستنيها وبتوافق على جواز باباها من مامة تشان وبتجوزوا فعلا. وبتقعد كل العيلة مع بعضها على الأكل وبتكون سعيدة جدا وهي في وسطيهم، وبتحب تشان جدا وهو كمان بيحبها ويفضلوا يلعبوا مع بعض طول الوقت. فعلا المحبة اللي بعدها عداوة. وكده بيكون الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. استنوني في الفيلم الجاي.